يا مساء التكتكة والسقعة والجو القمر ده. النهارده بقى يا ولاد، بما اني بقى شهر طوبة التلج ده. بس بقى ايه يعني، انا بعشقه بصراحة الشهر ده. خزني بقى فيه كل حاجة وكل الخضار اللي انت حباه. النهارده بقى يوم كده حلو كده جميل. كله بقى كده على القانون والشواية واجواء جميلة. وشوية ملوخية بالتقلية يا ولاد، ومحاشي، وفراخ كده بتتبيلة سريعة. يلا نبدأ بسم الله. دلوقتي انا جاهزة الفراخ تمام. وطبعا نقعاها في المحلول الملحي معايا كده زي الفل. طلعت كده من الفريزر كيسين كده كرنب. انا كنت فرزاه معاكم في الفيديو اللي انا كنت عاملاكم سلق الكرنب، وكمان تجهيزه كده سهل وسريع وتقطيعه يعني. وهنا بقى الفراخ انا مقطعاها. الفراخ جايباها الواحده كيلو ونص، 2 الا ربع بالكتير، او 2 كيلو الواحده، يعني دول 2. قطعتهم كده وعملت فيهم كده نظام فتوحات كده في الدبوس وفي القطع الفراخ كمان، علشان التتبيله توصل بسرعه للحم من جوه وتسكره وتسويه بسرعه. هنا بقى يا بنات كنت بحضر ادوات المحشي والحاجه. بما اني بقى قلت ايه هعمل محشي، ما كنتش ناويه صراحه اعمل محشي، بس عملته عشان خاطر حماتي طلبته. تمام، في اليوم ده كانت صايمه وكانت عندي، فقلت لازم اعمله لها، هي بتحبه جدا. حضرت بقى كده طلعت كوسه. جايبه كوسه جميله جدا، كنت شاريها قبلها كده من السوق قبلها بيوم. كنت عامله لكم فيديو كده ترتيب وتنظيم التلاجة. هنا بقى ايه، هحضر تتبيله بتاعه الفراخ الاول علشان بس تلحق كده تاخد في التتبيله وتتنقع فيها شويه. المفروض قبلها بيوم صراحه، اطعم والذ واسرع في التسويه. بس علشان خاطر بس في اليوم ده كنت مستعجله زي ما قلت لكم. عملت ايه بقى في الكبة؟ بصل حوالي 3 بصلات وحبتين طماطم. بصل وطماطم فقط، احطهم كده في قلب مصفى. هجيب رشة ملح عليها، معلقة ملح صغيرة علشان تنزلي العصارة او المية بتاعت الطماطم والبصل. هسيبها كده حوالي 5 دقايق كده، في ثانية هتدبلي البصل والطماطم. هنا بقى كده غسلت الطماطم، هضربها كده في الخلاط انعمها. طلعت بقى الشطة كده، ده بقى شطة كده بس جميلة جبارة. مرضيش ازود والله يا جماعة عشان حماتي. انا من النوع اللي بحب الشطة جدا على فكرة، في الاكل بحب سبايسي. حاطط كده كم قرن كده، 2 تقريبا او 3 في قلب الطماطم. ما طلعتش على فكرة حراقة قوي يعني. هنا بقى نعمل بقى التخديعة او الصلصة بتاعت الخلطة. شوية زيت حلوين، معلقتين سمنة بلدي كده حلوين. ننزل بقى بكمية البصل حلوة كده، زودي كمية البصل في الخلطة، بتسكرها وبتخليها زي السكر. ونرمي بقى عليها فصين توم او فص واحد، بيدي لمسه وطعم حلو قوي للمحاشي. نحط بقى كده الصلصه طماطم الناعمه، وننزل بقى كده بالتوابل او البهارات. بالنسبه بقى للبهارات، فلفل اسمر، بهار محشي ده اساسي، بابريكا، كمون، كزبره، والملح. نقلب كده معايا تمام زي الفل. معلقه سكر صغيره علشان الحموضه بتاعت الطماطم، دي اخر حاجه. تعالوا بقى هنا بايديا بقى كده كف ايدي، هعصر بقى الميه البصل وميه الطماطم. معلقه الملح الصغيره هتنزلي العصاره او الميه بتاعه البصل والطماطم في ثانيه. ما شاء الله نزلت لي كميه. نرمي بقى التفل ده، ناخد بقى الميه دي، الميه اهي بحط عليها ايه، معلش بقى الفيديو للاسف الكاميرا وقفت، ده كله مفكرني بتصور. نزلت بايه بقى؟ نزلت بصويا صوص، بزيت، بخل، بليمون، بعلبه زبادي، فلفل اسمر، بهار فراخ مشويه، وكمان معلقه كبيره من الزعتر، و3 معالق كبار من الكاتشب. انا هسيب لكم التتبيله دي لاني خطيره حقيقي يا بنات، والله العظيم تحفه. انا بصوا مألفاها كده من دماغي، مزوده شويه حاجات، والله بجد اديتها لمسه وطعم تاني. هنزل لكم بالمقادير دي كتابه كده في قلب التعليقات باذن الله. سبت بقى الفراخ ايه منقوعه كده شويه على محشي بقى، واجهز ايه بقيه الخلطه. الخلطه كده خلاص معايا زي الفل. هنا بقى اخدت الفراخ ونزلت بقى تحت مشغله الشوايه. عايزه اقول لكم الجو، بصوا انتوا شايفين هوا، وكان قلب قلبه، وكان حتى بندى كده بسيط، بس اجواء كانت تحفه جدا. المكان ده اللي بقول لكم بقى ان شاء الله الايام الجايه هفرشه نجيله وهظبطه، يعني عايزه اظبطه اكتر من كده. انتوا لسه عارفين لسه نقله وبظبط الدنيا فوق الاول، ان شاء الله واحده واحده.
طلعت بقى نكمل بقيه المحشي، لقيت حبيبي بقى عامل لي قهوه. اخويا يا جماعه، اخويا الصغير تخليش نيتكم تروح لبعيد. قعدت بقى كده بالمحشي بتاعي، السكر بتاع البصل وبتاع الجزر مع تكتكه الحله المحشي يعني، او غليان الشوربه مع الخضار اللي في قاع الحله بيسكرها قوي. فاحنا بس حلقات بصل وحلقات جزر بس كده زي العسل معاكي. وننزل بقى بالاخضر كده، لو عندك ورق اخضر كده زي اللي عندي في قاع الحله كده، وورقتين برضو كده نفرشهم فوق الخضار. وهنا بقى قورت الكوسه وجهزتها معايا. ده الورق، بس انا معايا ورق تاني بس مجمد حاطاه في ميه. خلصت كده الحشو. ايه رايكم في ثانيه ازاي ولسه بكلمكم حشيت وخلصت طبعا ده كان فيديو الله اكبر، يوم كده من اوله لاخره. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو هنا 10 دقايق. عملت بقى الشوربه بتاعته كده وحضرتها، ومعلقتين صلصه حلوين، ونزلت حطيته على القانون. هنا بقى شويه الملوخيه القمر. ده كيس ملوخيه اللي هي الاكياس المجمده اللي هي بسمه، انا بحبها قوي. في قلب الشوربه فكت معايا مكعب ماجي، فصين توم كده نيين في قلب الملوخيه. وتعالوا بقى نعمل الطشه. اول ما الملوخيه تفك معايا مش بخليها تغلي، تمام. معايا هنا معلقه سمنه حلوه كبيره، ومعلقه توم كده ناعمه كبيره. تاخد لون بسيط جدا معايا، انزل بمعلقه صغيره من الكزبره، تاخد لون كده بسيط، ارجع احط الملوخيه تاني وانزل عليها بالطشه. الله الله على الريحه يا بنات، كان نفسي تبقوا معايا في الفيديو ده عشان تشموا بقى ريحه المحاشي وهي على القانون، والفراخ المشويه، والملوخيه بالتقليه. عايزه اقول لكم ان انا بصور معاكم كده، وجنب مني البلكونه الصغيره بتاعه المطبخ، اطل منها على القانون، على المحشي تحت، وعلى الشوايه. شويه ملوخيه كده، يا نهار ابيض، حاجه كده سكر. خلصت كده الحمد لله زي الفل. تعالوا بقى كده، يلا كده نجيب الفراخ المشويه من تحت استوت خلاص، وكمان المحشي طفيت عليها. المغرب بقى كان خلاص اذن، كنت كده الحمد لله خلصت كده، والفراخ كده استوت وزي الفل، واخده لون كده قمر، اللهم بارك. ايه رايكم؟ عايزه اقول لكم التتبيله دي خطيره يا بنات، ولا المحاشي بقى يا عيني عليه. ايه رايكم بقى في المحشي ده؟ قرن الشطه بقى، المحشيين دول في حته تانية. شايمين يا ولاد؟ قولوا شايمين. خلاص خلصت كده، وطلعت بقى الحاجه فوق كده عشان اخد معاكم المقطع ده. جبت كده اللي هي البولات كده الفخار نغرف فيها الملوخيه. وهنا بقى طلعت المخللات كده، والفراخ بقى القمر دي حطيتها كده على الشبكه دي الشوايه. اللي واخده لون حلو قوي، اللون كان عاجبني. المحاشي هنا اتقلبت، بس للاسف ما خدتش المقطع معاكم. هنا بقى بجيب الكوسه بس كده، لان انا كنت بكبها. طبعا الكوسه كنت رصاها كده على وش الحله من فوق عشان هي بتستوي على زهد الولعه او الدخانه كمان. المحاشي اللهم بارك زي العسل، وريحه الخلطه سكره، وريحه تسويه المحشي على القانون فعلا لها طعم تاني. ويا سلام بقى كلكم، وشويه الفراخ القمر دولكم تاني، خلطه حلوه قوي وسريعه يا بنات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. حبيت بصوا اوريكم كده اليوم بتاعي. بصوا بقى الحله بتاعت المحشي مبوظه ايدي اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. حفظ الرحمن.